السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. تعالي بقى بينا النهارده هقولك على سر خطير في اسرار حفظ الملوخية وتفريزها من السنة للسنة من غير ما تغير لونها ولا طعمها. بس الاول اهلا وسهلا بيكي في صفحتي وقناتي، قناة اسرار المطبخ مع سوسة. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش بقى اللايكات الحلوة الجميلة واذكري الله بكومنت. ويلا بينا نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه عليها افضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل الملوخية بطريقة تحفة 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 من الاخر. بس من الاول هتبدأ من واحنا بنشتريها، وانت بتشتريها لازم تشتري الملوخية المصحصحة كده الحلوة، ورقة كده ايه مفرودة وجميلة. ما تجيبيش الا بورقة مبرومة، دي بتبقى مش حلوة. وحاولي على قد ما تقدري، هي ليها مواسم تجيب اللي هي القصيرة، دي بتبقى تحفة ومعسلة وزي العسل. بس ما لقيناش مش مشكلة، نجيب اللي هي المصحصحة الورقة الخضراء الحلوة. هنقطفها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا مش بشيل الورقة كلها، بسيب فيها حتة حتة من العرق دوت صغيرة كده، عشان ديت تديني عرق معايا وانا بعمل ايه الملوخية. امشي على طريقتي ديت وبالخطوات اللي انا بقولك عليها، بجد هتلاقيها تحفة تحفة وهتعجبك جدا. انا بحفظها من السنة للسنة، جربت كذا طريقة ومتابعيني شافوها معايا. بعد ما قطفتها كله كده تمام التمام، انا جايبالي كده عزمتين حوالي بتاع كيلو ونص او 2 كيلو ملوخية. ماشي، هغسلها كويس جدا جدا ايه في مصفى بالمية تحت الحنفية مرة واتنين وتلاتة لحد ما تبقى زي الفل معايا، واحس ان هي نورت كده وبقت ايه، بصوا بتزغرط من النظافة. عشان الملوخية بيبقى جواها طينة، خلي بالك كويس اوي، حاولي تدعكي وما تبقيش مسيبة عليها المية بس كده، تدعكيها كمان. طبعا كلنا زي الفل وكلنا كده ايه امارات، وربنا يحرسنا يا رب ويحمينا ويبعد عننا شر المرض. عشان الحاجات الخضرة ديت تبقى فيها جراثيم وحاجات كتير، يعني ربنا يا رب يعافينا، اللهم امين يا رب العالمين. انا هغسلها هنا كويس وهي بتتغسل، حاطه حله على النار فيها ميه مغليه. هحط لها حوالي معلقتين سكر كبار او معلقتين وشويه يعني، على حسب برضو كميه الملوخيه اللي انت جايباها. عايزه تحط لها كربونات وحط لها سنه صغيره، مش عايزه خلاص تمام، هي هتطلع معاكي زي الفل. هبدا انزل بقى بالملوخيه بتاعتي كلها في الميه المغليه وفيها السكر. تمام، هنزل بكميه الملوخيه كلها. انا مش هسلقها يا دوبك، هي هتقلب قلبتين كده معايا بس. ابقى يعني متاكده ان الميه المغليه طايلاها كلها. هخليها تقلب قلبتين عشان ما تتهرش مني. انا مش عايزاها مسلوقه ومش عايزاها مستويه، انا مجرد بس ان انا بعمل لها كده ايه عمليه حفظ الطريقه تمام، والطريقه زي بتاعه المصانع بالظبط. قلبت معايا قلبتين، هاخدها اروح على طول مصفياها من الميه السخنه وحطها لمية الميه في تلج او ميه ساقعه متلجه. انا الصراحه ما كانش عندي ميه بتلج، فدي ميه ساقعه متلجه. بفضيها الازازه، يعني كانت في التلاجة بقالها يومين متلجه جامد يعني ساقعه قوي. فبعملها ليه كده؟ عشان اوقف عمليه التسويه بتاعتها اللي خدتها من الميه السخنه، واقعد الف عليها تماما واتاكد 100% ان هي كلها بردت خالص خالص خالص. الافضل انك تحطي تلج، تسقطيها على طول بالمصفى كده في طبق فيه ميه بتلج زي ما حطيناها في الميه السخنه، نحطها في ميه وايه وتلج عشان نتاكد ان هي بردت تماما. اوكي، بعد كده هاخدها بقى بينا على الخلاط بتاعي. خلاط يا سوسه؟ هقولك ايوه. هو انا هعمل عصير ملوخيه يا ستي، اصبري بس ما تستعجليش، دي هتبقى معاكي احلى ملوخيه ان شاء الله. هحطها في الخلاط. عايزه تعمليها بالهاند بلندر تمام، انا عندي الهاند بلندر بس مش كلنا عندنا، فانا عملت الخلاط لان هو موجود في كل بيت. والله والله بتطلع تحفه، بتطلع تحفه من غير ولا ميه ولا اي حاجه. هبدا اضربها في الخلاط بتاعي زي ما انتم شايفين، هي بتلف نفسها. انا عايزه القوام بتاعها يكون تقيل، ولما اجي اسويها ان شاء الله واعملها هخف فيها بالشوربه بتاعتي زي ما انا عايزه. بصوا عامله ازاي، عامله زي المعجون دوت كده. الحجم طريقه الفرم او الخلط الدرجه اللي انا عايزاها وصلت لها تمام. ابدا بقى اعبيها في الاكياس بتاعتي، واهم حاجه اخرج منها الهواء بس كده يا ستي، وبقى معاكي احلى ملوخيه متفرزه زي بتاعه افخم الشركات كمان. جميله جميله، ولا اتغير لونها ولا اتغير طعمها. بس ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه الجميل الحلو اللي زي كده لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وكومنت حلو بتاعك كده جميل اذكري الله فيه، وصلي بينا على النبي وفرحوني بلايكاتكم كتير الحلوه. ويلا شيليها فرزي في الفريزر وطلعي منها بقى، خدي الحته على الشرب وخففيها. توحشوني، استنيني في فيديو